سؤال بيسأله آلاف الناس كل يوم، هي النفقة بتتحدد بالمزاج؟ يعني القاضي يصحى الصبح يقول لك ادفع 10000 جنيه؟ تخيل الزوج خارج من المحكمه متوتر، واول ما شاف المحامي ساله قال له هو القاضي جاب رقم النفقه ده كله منين؟ وفي الحقيقه ان النفقه في القانون المصري مش ارقام بتتكتب عشوائي. في قانون الاحوال الشخصيه المصري لما وصف النفقه وقال لك ان نفقه الزوجه بتشمل الطعام والكسوه والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع. طيب القاضي بيحسب النفقه دي ازاي؟ في الماده 16 من نفس القانون قالت ان النفقه تقدر بحسب حال الزوج ووقت استحقاقها. يعني القاضي بيبص على دخل الزوج الحقيقي، شغله ايه، بيكسب كام، مستوى معيشته الحقيقي عامل ازاي، ممتلكاته عباره عن ايه. والاجمد من كده ان المحكمه مش بتعتمد على كلام الزوج او الزوجه بس، دي بتطلب تحريات عن الدخل وتفحص المستندات وتبص على مستوى المعيشه الحقيقي. عشان كده تلاقي واحد بيقول انا داخل 4000 جنيه وتلاقيه نازل يوم الجلسه من المحكمه بعربيه ثمنها 3 4 مليون جنيه. طب ازاي؟ ايه الخلاصه؟ النفقه مش عقوبه للزوج ولا مكافاه للزوج، النفقه حق قانوني بيتحدد على قد امكانيات الزوج واحتياجات الزوج. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، وما تنساش تجيلي في الكومنتات وتقول لي جاي في ايه.